كان أحد الخطباء ينقل قصة ويقولها رحمة الله عليه، فأنا أيام زمان أيام ميعة الصبا كنت سامعها من عنده فأقولها، بعدين رجعت شفت هذا شيء يغضب الإمام الحسين، شلون أنا أقول هذا الكلام؟ شيخنا هذا منين أخذتها؟ شفتها أنا وصديقي هو، قلت له مولاي هذا منين أخذ؟ قال هذه يذكرها عباس محمود العقاد في كتاب أبو الشهداء. قلت له الله أكبر، بس هذا خلاف القرآن مولانا. قال شلون؟ قلت له خلاف القرآن وخلاف الحقيقة وخلاف الواقع. لعلكم أنتم أيضا سامعيها وأذكرها، أنا كنت أذكرها بس صار لي أكثر من 30 سنة تارك. شنو؟ أنه الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء صار ينظر إلى الجيوش التي خرجت لقتاله ويبكي، والسيدة زينب سألته سلام الله عليه أخي مما بكاؤك؟ قال أبكي من أجل جيش يدخل النار بسببي. هذا هو الباطل بعينه. الحسين متى بكى على عمر بن سعد؟ الحسين واقف يبكي على الشمر؟ شنو الحسين؟ اقرأوا الأنبياء، شوفوا هود ماذا قال لقومه عندما خسفت الأرض بهم؟ قال وكيف آسى على قوم كافرين مجرمين، يقول لهم كيف أنا أتأسى عليكم وأبكي وأحزن؟ هذا القرآن نص، والحسين هو القرآن ناطق. الحسين يوم العاشر واقف يبكي على الشمر وعلى عمر بن سعد. الحسين يقول تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، يقول لهم تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم. اسمع، يقول لهم فهلا لكم الويلات. الحسين يقول لهم هلا لكم الويلات، اللي يقولهم لكم الويلات يعني لكم جهنم ولكم غضب الجبار، يبكي عليهم؟ إذا يبكي عليهم ليش يقول لهم فهلا لكم الويلات؟ فقضايا هاي من مصدرها؟ من أين مصدرها؟ عباس محمود العقاد. وأنا ما علاقتي بعباس محمود العقاد يا أخي، أنا منبر الحسين لازم من الحسين أخذه، من أهل البيت. هذه قضية فكرية، حتى شعر عليها صاير، لأن اللي أخذوها من عباس محمود العقاد رأوا أنها لا تكفي، لازم يكون شعر عليها. ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. الحسين ما كان غضبان عليهم؟ ألم يقل رضا الله رضانا أهل البيت؟ إذا الحسين يبكي على هؤلاء يرحل للجنة. دموع الحسين تطهر الوجود كله. شلون يبكي على ناس مجرمين؟ كيف يبكي على واحد؟ إذا الحسين يبكي من أجل جيش يدخل النار بسببه، يعني صارت القضية هو سبب دخولهم الجهنم. شوف المسألة منين تأتي. فدخل معهم حرملة، فإذا الحسين يبكي على حرملة اللي قتل عبد الله الرضيع، ومعناه الرضيع إلى الآن متعجب من والد الحسين، يبكي على حرملة اللي ذبح بالسهم.